الحديث أيضا عن هذه المباراة معنا إبراهيم خضرة من كينج باور بمدينة ليستر. إبراهيم، ليستر الآن هو من يحمل على عاتقه مهمة تمثيل الكرة الإنجليزية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما يعطيه ربما حافزا كبيرا لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن الخسارة في الذهاب لم تكن بالكبيرة. تحية لك إسماعيل وللمشاهدين. بالفعل ممثل الكرة الإنجليزية في ربع نهائي دوري الأبطال أمام لحظة الحقيقة في هذه الأمسية. سنرى إذا ما كان قادرا على تجاوز هذه العقبة الصعبة جدا، خاصة بعد تأخره بهدف نظيف. معدل الثقة يعني حاضر. كنت في تدريبات ليستر سيتي صباح اليوم، والأجواء يعني هناك نبرة من التفاؤل، وهذا التفاؤل لا يأتي من عدم، يأتي لأن لاعبي ليستر يعرفون جيدا أنهم سيلعبون في هذا الميدان الذي سيحظى بأجواء رائعة جدا. كما تتابع إسماعيل هنا الألوان الخاصة بعلم ليستر زينت بمقاعد نادي ملعب كينج باور، زين بهذه الأعلام اللامعة التي ستكون حاضرة بقوة من قبل الأنصار غدا في مباراة البعض يرى أنها الأكبر في تاريخ ليستر، وربما تتجاوز الأفراح. يعني إذا ما نجح ليستر طبعا بخطف بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي، ستكون الأمور يعني مختلفة تماما، وربما يعني تقارن هذه الليلة بالليلة التي رفع بها كأس البريمير ليج في هذا الميدان الموسم الماضي. نعم إبراهيم، ليستر بدأ يسترجع شيئا من مستواه، خاصة منذ الانقلاب على رانييري بين قوسين، وربما ضمن بشكل كبير البقاء في البريمير ليج. لكن هل باستطاعة النادي أن يعكس نتائجه المحلية أوروبيا أيضا؟ الانقلاب كلمة يعني ربما يعترض عليها البعض هنا إسماعيل، خاصة في بعض الصحافة الإنجليزية الجماهير رأت الصعود. نعم بالفعل يعني هذا ما يذكر لدى البعض، لكن أتحدث عن وجهة نظر بعض الأنصار الذين يرون أن فريقهم حقق الكثير من النتائج الإيجابية بعد رحيل كلاوديو رانييري. الجميع يكن لكلاوديو رانييري طبعا الكثير من الاحترام على ما حققه من إنجاز، لكن منذ رحيله تمكن ليستر سيتي من الفوز ب6 مواجهات من أصل 9 خاضها بعد رحيل كلاوديو رانييري في مختلف المسابقات. هذا الأمر يعكس أن ربما حالة من التغيير طرأت على الفريق، وكان الاستغناء عن كلاوديو رانييري أحد الخيارات التي لم تكن بالسهلة طبعا لإدارة نادي ليستر، لكنها ربما هو إجراء يحترم، خاصة وأن الأمور تسير باتجاه تطوير أداء ونتائج الفريق. وإذا ما نجح ليستر غدا من خطف بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي، ستكون الأمور ربما ينسى الكثيرون ما فعله رانييري معهم. ربما نترك الآن نظرا لكبر هذا الإنجاز. نعم، ربما إبراهيم نبتعد قليلا عن أخبار تشيلسي ونتحول إلى عن ليستر ونتحول إلى أخبار تشيلسي، بما أنك متابع دائما لأخبار تشيلسي. وردنا الآن كما نتابع على الشاشة خبر مفاده أن جون تيري قائد السابق لتشيلسي رحل نهائيا، أو سيرحل نهاية الموسم يعني بشكل رسمي عن البلوز. هذا الأمر متوقع، يعني كانت هناك الأنباء تشير إلى أن الموسم الحالي سيكون الأخير لجون تيري طبعا، وكان من المتوقع أن يصدر مثل هذا التصريح، كون أصلا جون تيري لم يكن حاضرا في تشكيلة كونتي إلا في مباريات محدودة على مستوى مسابقة الكأس، ومباريات معدودة شارك فيها في هذا الموسم، والأمور تسير باتجاه يعني نهاية المشوار بالنسبة لجون تيري مع الفريق الذي بدأ به في أكاديمية تشيلسي وتطور إلى أن حقق الكثير من الإنجازات. وقاد نادي تشيلسي للفوز بالكثير من الإنجازات في طوال السنوات التي لعب بها. وجماهير تشيلسي طبعا ستترقب وتريد أن تتوج هذه المسيرة وهذا المشوار بلقب البريمير ليج، الذي يعني هناك باتت الآن الكثير من الشكوك تحوم حوله نظرا لتقليص الفارق بعد خسارة تشيلسي بالأمس أمام مانشستر يونايتد إلى 4 نقاط فقط مع توتنهام، وبالتالي سيكون هناك ردة فعل يعني منتظرة ومترقبة في المباريات القادمة من
تشيلسي إذا ما أراد أن يرفع قائده لقب البريمير ليج في آخر موسم له مع الفريق. إبراهيم خضرة من ملعب كينج باور بليستر، شكرا جزيلا كنت معنا من هناك.